السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ لعلكم بخير إن شاء الله تعالى وبأحسن حال. تكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الأحلام الدالة على الإصابة بالعين والمس، وتكلمنا قبلها عن ما معنى الأمراض الروحانية وما أنواع الأمراض الروحانية. النهاردة في الفيديو بتاعنا إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن حاجة جديدة، وهي الأحلام الدالة على المس الروحاني أو المس من الجن. بعد كده إن شاء الله هنتكلم عن تفصيلات وهو أنواع الإصابات الروحانية، وهنتكلم عن الأحلام التي تدل على السحر، وإن شاء الله بإذن الله بعد ذلك نتكلم عن نوعية الرقى وإزاي نرقي نفسي بنفسي بدون أن أذهب إلى راقي، ويا رب نستطيع أن نفيد الجميع بإذن الله تعالى. فهنا النهاردة هنتكلم عن 5 أحلام تدل على الإصابة بالمس. أولا، رؤية السقوط من مرتفع عالي، خاصة يجب أن تكون الأحلام هذه متكررة. إذا لم تكن متكررة فلا نعطي لها اهتمام أنها إصابة روحانية أو شيء. فهنا إذا كان السقوط من مرتفع عالي متكرر معك فهنا أنت عندك مس وعندك إصابة روحانية ويجب أن ترقي نفسك. رقم 2، وهو رؤية مطاردة الحيوانات من الكلاب السوداء، القطط السوداء، الثعابين السوداء، الأسود، النمور، الحيوانات المفترسة، وتكون أيضا متكررة هذه الرؤية. رقم 3، وهي رؤية الوجود في المقابر ومطاردة أشخاص لنا في المقابر والهروب منهم في المقابر، وأيضا تكون متكررة، فهذا يدل على أنه فيه إصابة روحانية. وأيضا رؤية الأماكن المهجورة والهروب منها ووجود في الأماكن المهجورة دي بكثرة، فهذا أيضا يدل على إصابة روحانية. رقم 4، وهو رؤية سقوط الشعر للمرأة، وهذا يكون أيضا متكرر، فهذا يدل على أنه في إصابة روحانية وأذى روحاني. رقم 5، وهي رؤية السقوط في بئر، عميق ومظلم، فهذا أيضا يدل على إصابة روحانية، ويحتاج الإنسان إنه يرقي نفسه ويجتهد في أمور الرقية وأمور العبادة. كل هذه الرؤى هي جزئية من رؤى إن شاء الله بإذن الله هنذكرها لكم كل حلقة بعض منها بإذن الله، لكن أهم شيء تكون الرؤى هذه متكررة أو أنك ترى كل هذه الرؤى، فهذا يدل على أنه كده تكررها. فإذا لم تكون متكررة وتكون رؤية واحدة فلا تعطي لهذه الأمور بال، ولا تضع لهذا الموضوع هم على كاهلك، وأنك يعني تلقي من رأسك فكرة الإصابة الروحانية هذه. وربما كلنا نمر بضغوطات نفسية، نمر بكذا بكذا، فإذا رأيت هذه الرؤى متكررة فهنا هي الدلالة الوحيدة الأصلية في أن يكون عندنا إصابة روحانية. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.